أثارت الرسالة التي وجهتها النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى آباء وأولياء التلاميذ، والتي دعتهم فيها إلى المشاركة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية للأساتذة، استياء الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وذهب نور الدين عكوري رئيس الفيدرالية إلى القول إن النداء الذي وجهته النقابة الوطنية للتعليم إلى أولياء التلاميذ للاحتجاج أمر غير مقبول وغير أخلاقي، مضيفا: من حق الأساتذة أن يدافعوا عن حقوقهم، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يتم ذلك عن طريق التلاميذ وأوليائهم. وقال عكوري: إذا كان مناضلو هذه النقابة يريدون أن يحتج التلاميذ دفاعا عن الأساتذة، فعليهم أن يصحبوا أولا أبناءهم معهم إلى الشارع، وليس الاستعانة بالأسر الأخرى وجعلها دروعا بشرية. واسترسل قائلا: لا يمكن لأب أو أم يرى ابنه جالسا في البيت عوض الذهاب إلى المدرسة أن يخرج إلى الشارع للاحتجاج دفاعا عن الآخر الأستاذ، معتبرا أن التلاميذ هم رهينة هذه المعركة بين الأساتذة والوزارة. وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت رسالة إلى أولياء التلاميذ دعتهم فيها إلى المشاركة في المسيرات الجهوية للأساتذة يوم 3 دجنبر المقبل للدفاع عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع. وقال يونس فيراشين الكاتب العام للنقابة المذكورة جوابا على سؤال حول دواعي الدعوة الموجهة إلى أولياء التلاميذ للاحتجاج: إن المعركة التي نخوضها هي بالدرجة الأولى معركة إصلاح المدرسة العمومية، وآباء التلاميذ معنيون بها. وزاد فيراشين: لا يمكن تحقيق إصلاح المنظومة التربوية دون إشراك أولياء التلاميذ، معتبرا أن الدعوة الموجهة إليهم للاحتجاج ليست الغاية منها دعم الأساتذة فقط، بل الدفاع عن المدرسة العمومية بالدرجة الأولى. وتعيش المدرسة المغربية العمومية للشهر الثاني على التوالي على وقع الاضطرابات التي خلخلت مسار تمدرس التلاميذ بسبب استمرار إضرابات الأساتذة احتجاجا على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. ونبه نور الدين عكوري الحكومة إلى أن ضحية استمرار الاضطراب المخيم على المدرسة العمومية هم أبناء وبنات الفقراء، مضيفا أن الطبقة المتوسطة هجرت مكره أبناؤها إلى التعليم الخصوصي. وطالب المتحدث ذاته الحكومة بتملك الجرأة الكافية لإنهاء هذه الأزمة وأن تكون هناك تنازلات من جميع الأطراف، كما دعا الأساتذة إلى عدم الإمعان في الإضراب بما يحرم التلاميذ من حقهم في الدراسة. وزاد موضحا: الإضراب حق مشروع، ولكن عندما يضرب العمال في معمل فإن هذا لا يخول لهم كسر آلات العمل، ولذلك يجب البحث عن صيغ أخرى للاحتجاج غير تعطيل الدراسة وفق تعبيره.